يا هذا يا لا طاقة لي على تحمل النار. قال أنا أتولى إسجار التنور. سجر التنور، سجره أمير المؤمنين على النار حتى وصل لهبها إلى كريمته. تقول الرواية: بكى أمير المؤمنين لما أحس بالنار. قال: ذق يا علي بن أبي طالب، هذا بنس الأيتام والفقراء. يقول الراوي: جلس أخذ يتيما وضعه على فخذه الأيمن والآخر على فخذه الأيسر، فيطعم هذا تارة ويطعم هذا تارة، ثم يقول: اللهم اغفر لعلي بن أبي طالب. أقل سيدي شوية صوت الجهاز الله يرضى عنك. سيدي ليتك ليلة 11 من المحرم عندما جن الليل على زينب دارت بوجهها نحو الغريب تقل: ما تجينا بو يا حيدر يا ابونا، ما تجينا وتشوفنا شلون الولي ويا شلون الولي ولينا نذبح واحنا نصير. كثر همي وحيد حشيم بويا، بس شين تسحق الخيل وانا صحت بويا، تسحق الخيل وانا صحت، بس شين ضعوف وسحق الحيل بيا. يقول: جاءت تتخطى الأشلاء: خويا يا خويا جئتك يا خويا فاجد الراي، ومن الرعب تتراجف عضاي. خويا نجي علي أعداي، توما يقولون هاي ام الخدر، هاي اخت الذبيح ما شرب. يقول الراوي: عثرت بجثة لولدها ما استوقفتها يا زينب. هل احد الادباء يصف لنا عثرة زينب بابنها؟ يا ابني بعد ما شاف زمان سطر، يا ابني همت والبين فوق بيوت. يا ابني عثرت بابني وقلت له فشل. انا عثرت بابني وقلت له فشل، يا ابني اظل يمك وخالك عين لي. خويا وظلي يا زينب قعدي يا مراسي. يا زينب قعدي يا مراسي، وظلي وعدم الشمس فيلي. خويا وظلي يختش بقى من اطفالي. عمي اذا عندك عزيز وفاقده
يقول لك ها فلان دير بالك اجمع اولادي لا يضيعون بعد زينب يجي لها العزين. يا اختي ايش بقى من اطفال وظل جمعيهم قبل لا تمسي المسيه، جمعيهم قبل لا تمسي المسيه. تقول له وظل لو بيد استجن يمك وظل يا اخويا بروح فيلك. وظل بناتك قصدا الهيمة خويا بناتك قصدا الهيمة. وظل مدرب يا كتر وبيان ويا اخو. يقول الراوي يا رقية من اجت وصلت للحسين وعلى كيفها وانشان زينب نادت النسوان وانشان بسكتة ولا تعلن حيل. وانشان بعبينا خل نسوي ستار وانشان ويا بعبينا خل نسوي ستار ونشين انطار احلى انطار الجنيه بعد احلى عليا. لكن تقول اللي كسرت قلب رقية. انا اذكر رؤية القضية. ايوه هاي وانا ماشي بال40 لقيت لافتة مع الشهداء. اقرب الاسماء بهالاثناء فاتت بنية طفلة اثاري ابوها ويا الشهداء تباوع عليه. تقول ابويا العام انت وياي تمشي لكن السنة مريت لقيتك ويا الشهداء تخليني انا اروح وحدي. زينب تقول هاي الطفلة مخلي حلقها على نحر ابوها وتخاف بويا 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 يا ابو علي يا ابو. بويا ما تدري اظن يا عندك علوم بمتون بنتك صاير. بويا وحق شايربك تنشب من الهدوم يا ابو علي يا ابو. تقول لا اذكر قبل عينك علي ما ترضى لو تنغت رقية. انا اللي شفت ذاك اليوم شيء والله كلش فاقد ابنه. يقول لي شيخنا كل ما احكي وياه ابنيته تجي تدن لي يبعدها. قلت له ليش؟ قال ما تعود عليه. قالوا عندنا بنات اثنين واحده سماها زينب واحده رقية. يقول لي ابويا اذا فقدتني وتباوع الرقية تذكر رقية بنت الحسين. والله قسم قلب السيد كل شيء بس هو هذا عنده. هل عاد زينب من ردت للقبر والحسين موصيها بعياله. لكن كأنما الحسين من القبر يباوع يشوف بناته كلهن موجودات إلا بنية واحدة ما هي بس رقية. هاي زينب
شاوين الوصية هاي زينب خويا شو ما هي رقية. أو زينب عاد تقول له لأبو علي، تقول له خويا حسبات خويا تمر بي بتوايل الليل حسبات أضيع عنك ما حسبت ويا حسبات أنا لا وسلمت عين سمعت حسبت تفز بالليل ملشوم رقيق. لكن بعد تقول له زينب، تقول له ابو علي انت اللي جابه وراسك، وهاي الطفله خلت حلقها على حلقك وماتت، شنو قلت لها؟ تقول له يا حسين خويا زينب يا حزين نشدك من هو تلاقيك وعرضه بقلبي سولفت لك خويا سولفت لك او عن اليتامى ما حكت لك خويا ولمتونها ما كشفت لك عرف المنح وما حكت لك خويا خاف انتهيج جروح جت لك خطار عدها وضيفت لك ما طاوعتها ورافقت لك يا اخو.